يسعد أوقاتكم حبايب قلبي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو اليوم هو مربى المشمش، من أطيب المربيات عندي، مغذي ولذيذ وسهل التحضير. تبعوا نفس الخطوات وأنا بضمن رح ينجح معكم 100%. وهلأ قبل ما نبلش خلونا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا نبلش، بسم الله. حبيت ورجيكم مشترياتي، اعطوني رأيكم بهيدا النوع من الطناجر. أنا كتير بحب هيدا النوع من الطناجر، ستانلس ستيل، نوعية نظيفة. كلياتنا بنعرف في كتير أنواع، في الجرانيك، في التيفال، بس أنا بحب هيدا النوع ستانلس ستيل الأصلي، بحسه صحي على الأكل أكتر شي. التيفال بس ينجرح شوي بيصير مضر للصحة. اكتبولي بالتعليقات انتو أي نوع بتفضلوا، ستانلس ستيل أو التيفال أو الجرانيك. وهلأ رح أطبخ بطنجرة منّن مربى المشمش. جبت هون 3 كيلو من المشمش، غسلتن منيح، مشمش جردي بلدي حبّة نضيفة. فتّي حبّات المشمش ومنشيل البذرة ومنطلّع فيُن أكيد إذا في أي حبّة مضروبة أو مدودة منشيلها على جنب حتى ما تنزعلنا كل الطبخة. بس أنا ما كبّيت ولا حبّة، كلّن نضاف متل التلج. وهيك بعد ما شِلنا البذر بحط لكل كيلو مشمش نص كيلو سكر. وغطيتن وتركتن تقريب 4 ساعات أو ليلة كاملة بالبراد. بعدين بحطّن على نار ضعيفة، بنوّس على الآخر. بس يبلشوا يطلعوا رغوة منشيل الرغوة يلّي بتطلع كلّا، ما منخلّي شي أبدًا. هي الرغوة بتنزع المربى، بتخلّيه يحمّض إذا ضلِّت، لهالسبب ما منخلّي شي، منشيل كل الرغوة. بس شِلت كل الرغوة وعقّدوا شوي، بعدين ضفت عليُّن نص ملعقة صغيرة ملح ليمون، بس كانت الكاميرا مطفية أنا كنت مفكرتها عم تشتغل. وعصرة نص حامضة. ملح الليمون بيعطي المربى قوام جامد وشكل حلو. بخلّيهم يغلوا غلوتين وبطفّي النار، بتركن حتى يبردوا. حطيتهم بالشمس تقريب 4 ساعات، فيكن تتركوهن أكتر من 4 ساعات، أكيد بتكونوا حاطين شاشية عليُّن كرمال ما يوقع فيُن شي. بعدين عبّيتن بقطرميزات مغسولين ومعقّمين بمي مغلية وناشفين من المي، ما فيُن ولا نقطة مي.
أي رطوبة بالقطرميز أو نقطة مي بتنزع كل مربى. برجع بأكد القطرميزات مغسولين بمي مغلية وحطيتهم بالشمس حتى نشفوا، بعدين عبيت فيهم المربى المشموش. وهيدا شكلهم بعد ما جهزوا، شوفوا ما شاء الله القوام والطعمة غير شكل. شوفوا ما شاء الله حبة المشمش بعدها صامدة بتشهي القلب. بنصحكن تجربوا الوصفة واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. إذا عجبتكن وصفتي لليوم كترولي اللايكات، اعملوا شير للفيديو. وهلأ بدي ودعكن حبايب قلبي، وإن شاء الله بلتقي فيكم بفيديو جديد بإذن الله. باي باي.